تعالى يا عم الحبيب، وتعالي يا رومانسية يلي ما كملتيش 18 سنة وانت ما كملتش 18 سنة برضو. بس الموضوع للشباب اكتر يعني. وتيجي تقول انا لقيت فتاة احلامي. ماشي، عندك ظروفك المادية تسمح انك تتجوز، بابا معاه فلوس. طيب ظروفك الصحية طبعا ده يعني اغلب الشباب الحمد لله احنا مشهورين بالحركات. اما هنا بقى انت ناسي حاجة مهمة جدا، حالتك النفسية. هل انت مهيئ نفسيا انك تتجوز؟ هل انت مهيئة نفسيا انك تتجوزي؟ ما هو مش عشان انت اتدورتي وبقيتي تعملي صينية بطاطس يبقى انت كده مهيئة انك تتجوزي. لا لا لا، ده الموضوع كبير. الموضوع كبير يا حبيب قلبي، موضوع كبير يا بنتي. ليه بقى؟ لان انت في ثانية كده تلاقي في حد عايش معاكي في البيت. الحد ده عايز ياكل وعايز يشرب وعايز ينام وعايز يغير، عايز كل حاجة. هل انت بقى مهيئة نفسيا انك تلبي له كل رغباته؟ انك تستحمليه؟ انه يخرج من الحمام ما يضربش السيفون؟ انه ما يغسلش؟ يعني انت يعني انت متخيلة الموضوع ده؟ وانت تعالى هنا، دي في واحدة هتفضل تقول لك هات 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 هات. في كائن عايش معاك في البيت غيرك تماما. يعني مثلا لما تيجي يا بنتي مثلا تقولي عايزه تختاري مثلا شريك حياتك وبتاع، ف والله ايه رايك فيه؟ والله هو كويس وكل حاجه بس هو عيبه انه مش رومانسي. لا انت، ما انت مش بتعرفيه علينا، او مش يعني انسي ده، انت اللي هتعيشي معاه. هل انت هتتقبلي انك ما تعيشيش عمر وسلمى وحبيبي دائما ولا لا؟ ما هو مش رومانسي، يعني مش هيديكي جرعه الرومانسيه اللي انت محتاجاها، فيحصل مشاكل بقى زياده عن كده. اصل ده مش رومانسي، اصله ما بيعملش معرفش ايه، اصل ايه. فالباكج دي كلها هتقدري تستحمليها ولا لا؟ وانت تعال، اصلها رغايه وانت اصلا بتكسل يعني تتكلم، فالموضوع هيبقى فيه مشاكل. هي مثلا نكديه وانت بتحب فالموضوع هيبقى فيه قلق. فلازم علشان ما نلاقيش محاكم الاسره مليانه بالشباب والبنات، وتلاقي عيني اطفال كده طلعت مش عارفه هي هتعيش مع مين والدنيا تخرب. اعرف الاول انت مهيئ نفسيا انك تتجوز ولا لا. طب انت يعني بقيت مهيئ نفسيا انك تتجوز، طب اعرف بقى انت مهيئ نفسيا انك يبقى عندك عيال ولا لا. وانت اعرفي انت مهيئه نفسيا يبقى عندك اطفال ولا لا. اصل الاطفال مش حمل وخلفه ورضاعه بس، دي تربيه كمان. فانتوا لازم وانتوا كده على البر تعرفوا انتوا نفسيا كبرتوا لدرجه ان انتوا تعيشوا مع بعض في البيت ده ولا هيحصل مشاكل. اتفقنا؟ يعني الموضوع مش معايا فلوس وعندي صحه، وانتي الموضوع مش انا كبرت واتدورت وبقيت اعرف اطبخ. لان الموضوع مش اكل وشرب وفلوس وبس، لا دي متطلبات كتيره جدا وحياه هتعيشوها. فبعد اذنكم، سواء صالونات او عن حب، لازم تبقوا مهيئين نفسيا. اتفقنا ولا لا؟ وانا بقول لك الكلام ده مش بترسم عليك، ده علشان انا عايش اكتر منك. بالبلدي كده، يوم ما انت كنت رايح كنت انا رجعت من 10 سنين. فاسمع مني. سلام.